بناوی خوای بەخشندەی میهرەبان حەمد و سەنا و سوپاس و ستایشی بە پایان بۆ خوای پەروەردگاری گیان درود و سەلام لەسەر پێغەمبەری خۆشەویستمان صلی الله عليه وسلم و لەسەر ئەهل و بەیت و هەموو یاران و هەموو شوێن کەوتوانیان تا کۆتا زەمان. برا عەزیزەکانم گەیشتینە فەصلی سێیەم المحرمات في النكاح. لەم فەصلەیە باسی ئەو نکاح ئەو کەساناکەین کە حرامن لە نکاحە. محرمات طبعا یەکەمیان محرمات أبدي. المحرمات على التأبيد، يعني ما بأبدي أمانة حراما بأبدي. أمش سي جورا يكميان محرمات بنسب، يعني أما لا يعني رتشلكوا حرامة بريتين لحوت دايك طبعا لسري شو دايكي دايك حتى برات سر كتش حتى خواروا أخوات خشك العمات طبعا بوري دايك بوري باوك الخالات بوري دايكة يعني خالات يعني بور يعني خشكي دايكت. طبعا أخوات بناتي أختش أقريتوا أو باس ما كردها بناتي أخو بناتي أختي شي بركة يعني برازاو خشكزا. دليل ما نسأل أمانة آيات قرآن قال تعالى فرمي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دهم محرمات بالمصاهرة، محرمات يك بشي بريقاي جن خوازي أمانش شوارن. زوجات الآباء جني باوك يعني باو جن. زوجات الأبناء بله بوك يعني كتشي جني كركات. أمهات الزوجات دايكي خيزانت خسود. طبعا معناها حموي وإن علوا بوس. زوجات الآباء باوجنت بله طبعا زوجاتي باوك هروها زوجاتي بابيريشت حتى أروات السروة. زوجات الابن إمجاز زوجاتي ابني ابن حتى خوار دايكي جنكت داداي جنكتيش دايك داداي جنكتيش داداي جنكتيش يتروى عين علون ما قرب مين يعني اشتي اگر شي بن ايه ما هيك شيء ما مثلا لو اني قصها به بلام ببلغيه ببنمايه اما تأبيدي أبدية يعني محرمات أبدية. بنات الزوجات منالي يعني كتشي جنكت بس بو مرجع دخول الكبيرة جنكت يترك شكشي اللي تو حرام. زوجتي أبا دايك نبيت هو ما وجنا ما بس دايك لبانو باسمان. دليل من آية كان قرآن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بله محرمات بشير يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عند الجمهور، يعني حرشي أوانيك لنسبه حراما لشير شو حراما بن بلغمان آيات قرآن وهي تعالى فرمي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. خشكو دايك بآيات حرام بوا غيري خشكو دايك بورو دابيرو أمانة أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بله محرمات تحريم مؤقت أو أنيك باسمان كرد أو أبديبو يسدينا سر دوم المحرمات تحريما مؤقتا أمشى بينج دانية يكميان جمع بين المحارم يعني دو كس بيك وكوكي محرم يكترين وكو خشك دو خشك ليك تناتواني بخوازي هروها خشك جنيكو بوركي يعني كتشو بوريك بيك ونابيت بيكو إذا كان يعني جني توبن أي تريان نابي بخوازي ليك كاتا يعني جنكت بوري جنكت نابي بخوازي هروها أجر جنكتي بوا بور هركس ينابي بخوازي البيكو يعني
هرجان جندبن. وأن تجمعوا بين الأختين إخوة تعالى فرمي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. دهم معتدة، لا يجوز نكاح المرأة المعتدة من الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وهي لا عدة شرعية نابه بيان خوازي. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أو آياته، يعني عزمي عقد نكاح لقل هيج نكاح ما كنت عدة كي توابه. سيم آفرتي طلاق دراوي سي بسيه، يعني أو سي طلاق درا أو طلاق لا تحل لمطلقها دروسني أو كسي كطلاق كي دعوة سي كي تواو كردوه حرام أبوي حتى وكشو نكات شو يكي صحيح دواء والطلاق بدريت إن جاء دواء عدة أم جاء عمتوانا بخوازه. دليلك أوي فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا ما بو مرجع جاشو ماشو ما نبي ما ربت جاشو مش تانا نبي. شوارم مشركة غير أهل كتاب، لا يجوز للمسلم نكاح المشركات غير الكتابية، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. زوجي غير جني كسيتر حتى أو طلاقنا ذا، لا يجوز نكاح امرأة متزوجة حتى تطلق وتنقضي عدتها. والمحصنات من النساء. الفصل الرابع فصل شوارم جوركان نكاح. طبعا خوش يسكان نكاحي صحيح معناه ونكاحي فاسد معناه ونكاحي باطليش معناه. سيجور نكاح معناه نكاحي صحيح أوي كمرجو شرطكاني تيا ركن شرطكاني تيا بجواني جيب جكرابه. النكاح الصحيح الذي تعريفك النكاح الذي توفرت فيه جميع الشروط والأركان وانتفى عنه كل مانع شرعي، وحمو مانعك الشرعي شيت يعني به. آثار نكاح شرعي النكاح صحيح يترتب عليه حل الاستمتاع دروسة لذتي لببيني، وثبوت نفقة واجبة به، وجوب العدة بعد الطلاق هذا طلاق إذا عديه هي، ثبوت النسب نسبي أولادكاني هذا مناري ببي نسبي بوتو ثابته به. تعريفكي نكاح دوم نكاح فاسد خوش بسكانم. تعريفكي لا حنفيا كان النكاح الذي اختل فيه شرط من شروط الصحة دون الأركان. شرطكاني نقصة شرط إلى شرطكاني ولا أركانكاني تياه بون من النكاح بلا شهود. لا حنفيا كان نكاح بلا شهود فاسدة باطلنية. نكاح المعتدة عند الجهل بعدتها آفرتك على عديها تنزاني وريت معرض بريه، يعني عديش تنتهون أبوها. حكمه عند الحنفية لا يترتب عليه آثار النكاح الصحيح. آثار كان نكاحي صحيح لسرنية بلام تفريق أنا كده وماريك ولا تؤخذ المرأة بالمهر كاملا، يعني ماريك كاملي في نادره. للاي الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لا يقسمون النكاح إلى صحيح وفاسد. لا أوان على النكاح بشتي باطلة، يعني فاسد وباطل لا أوان حموي إسباس يكين أو تعريف كيتي تعريف نكاح باطل. نكاح باطل تعريف كي ما اختل فيه ركن من الأركان أو وجد مانع فيه مانع شرعي. ركن يكينية للركن كان يا مانعك شرعي تيايا بون من نكاح المرأة بلا ولي لا الجمهور باطلة. ونكاح المحرمات كشك شيردر معتدى وإلى عدي شرعية بيبع العلم ما علم تبي بمعنى أجل علم النبي وموضوع كشتتره. حكم شيء لا يترتب عليه آثار النكاح، لا مهرتيا لا نفقيتيا نا مهرتيا نا نفقيتيا نا نسبي شيء ثابت به، ويجب التفريق فورا ويقام عليه الحد أجل بزان يعني وزانين وكرابية أمانة حد شيء لسه تطبيق الحد الشرعي. ترجيح إذا كان يعني إما تقسيم كور بقرين صحيح فاسد باطل يادو تقسيم كور بقرين صحيح وباطل كام يعني بكين الروين يصير ترجيح. التقسيم الثلاثي عند الحنفية دقيق من حيث التفصيل، لكن قول الجمهور أسهل في التطبيق. للاي محكمة ومعنى زوتر يعني في التطبيق القضائي زوتر هنا به. الراجح فقهيا أن يقال إن كل نكاح اختل فيه الركن أو وجد فيه مانع فهو باطل، وإن اختل فيه شرط يسير مع وجود شبهة فهو فاسد، ويعامل معاملة الباطل تقريبا. كوابو أم ترجيح يواك لا يعني فقهي سيناقي حنفية كان باشتره بلام لا يعني قضائي أو جمهور أسألتره لتطبيقه. فصلي بينجم لمسألي
هنا يعني ما بڵێن باب نكاحة فصل بينجم كتاب النكاح كفاءة لنكاحة كفاءة يا خوش يسكان كفاءة يعني تساوي ومماثلة وتشني يكساني اصطلاحا أن يكون الزوج مساويا للزوجة في صفات معتبرة شرعا بحيث يعد كفءا لها من حيث الحسب والدين والحالة الاجتماعية أما بيوتي كفاءة يعني هاو تشني تقريبا لو تشتانيها كاللاني شرع اعتباري بوكري بون منا لحسبها بون منا لدينا بون منا للاني كوملايتي يعني سبا سواك الله ما بيوتي كفاءة جانك أنا ترجيحات وشتينا داوة أي تيري تبع علماء بلا يعني تعريفك أي لبين خلقك يا أبو فرارك وناي من وقتي الكابلا وقول بقى على هذه المشتري رازي أبو حفيظ جاء من رازي وتو رازي هيك نما أبو قازي ده باشا من جوانم كردوته برا من بوشي وائل كوا شرعان دروسته عليه حكم الكفاءة ما مسا عليه حكم كيتشيا الكفاءة شرط لزوم لا شرط الصحة تواو قسيكي جوانا شرط الصحة يعني أوي واتو تتأجر خل رازي بو تواو لأن الشرعية صحيحة إن زوجت المرأة نفسها من غير الكفاء أو كانت أولياء بيان هي دواء يفسخ بكن بلا عقدك صحيحة والسلام ويعتبرون الكفاءة حنفيا كانوا تيانا الدين لا نقرنجا نسب إيش بيشة مال إمكانيات مالك كانوا تيانا تيانا كفاءة معتبرة عند العقد فقط أخوة جوانا بيان جوان بويشون يعني بس كانت عقدك أجر عقدك الدعم زي تاو تلك كفاءة ناخذ أولياء يجب أن يقصبك أما إذا رضيت المرأة ووليها فلا حق لأحد الاعتراف ويراعى فيها الدين فقط بارك الله بهم مراسم مهمة الشافعي كانوا تيانا كفاءة شرط لزوم نقص شرط صحة فإن زوجت نفسها من غير كفء بدون إذن ولي فله الفسخ يعني ولي كبه هي فسخ كاتو ويراعون الكفاءة في الدين والنسب والصناعة بدل منيها قصي شافعي راس ام قصي شافعي انا عقلانيه بس لاني شرعيه هيج بلغي كلا سنيه بلا موكو هين عقلانيه راسك يعني توك شكت ندي تكسي كباني برئيسه توك دوله من يك على مالك الدوله من ايدي بكسي فقير والله بلا بردان مشاكل على بيننا كيشيه قالت طلاق شريعه حساباتي هموش لك كردو براسي اما باسي لاني شرعيه كاكن اگر باري لاني پروردي يمكن نشام نقل امانه لاني پروردي حنابلة وتيانا شي مراعاه الكفاءة مراعاة في الدين فقط الكفء هو المسلم العفيف ذو خلق ما شاء الله لم قصة شنبه قوت وتيتي كفؤ شيا أو يا مسلمان به وأخلاقي به ولا يشترط النسب ولا المال بله دليل كان شيئا أمانية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير دين وأخلاقي مضبوط بديدا في أجل نيدا في براسي وسر زوجة فتنة يقدروا السفيا برفع به الأصل في النكاح طبعا تنسر ترجيح أصل النكاح تحقيق المصلحة والكفاءة تمنع التباغض أو سوء ظن لا سيما في مجتمعات تراعي الأعراف يعني حساب أعرافي ترجيح كتشيا الراجع أن الكفاءة في الدين والخلق هي الأساس الشرعي مورمان كذب حنبلية كان وكل حديث كاتو أما النسب والمال والمهنة فهي أعراف اجتماعية ماموسة لبواري أخلاقية إسفادي ليكي لا يجب التحاكم إليها شرعا لكنها قد تراعى لأجل المصلحة في بعض البيئات جوانا ترجيحك يقول ضغط أنا فصل الششم العيوب الموجبة للفسخ في النكاح أو عيبانيك أبيت معي أويك نكاح الوشيته شيا تعريف العيب يا شباب عيب بزانين تعريفك أي شيا النقص أو ما ينقص من الكمال يعني أويك النقص بينك عبر نقص كتابه اصطلاحا ما يمنع من كمال الاستمتاع يعني لا يعني تشجع ورقدن نايل تشجع لي ورقدي يعني أو عيبه تمانع لا تشجع ورقدن أو ينفر أحد الزوجين من الآخر يا أبيت معي أوي كوا جنو فيها وكل يكبكا يعني حزد ليك نكنا مثلا تو عيبك تي أبيني مثلا أبيني شوينك عيبك تي أجيب يبغى ذوق منامي لا والله شو مغنى بحيث لو علم به قبل العقد لما رضي به الله يقول عيبك بشويك أجا بيش عقدك كابرا بيزاني رازين أبو
دوهم سير حكم الفسخ بالعيب باسي فسخ بعيب أكين حنفي كان وتيانا يثبت الفسخ ببعض العيوب للزوج والزوجة بري عيب عندنا حنفي كان وتيانا بواء فسخ عقد بيتوا ويشترط أن يكون العيب قديما وخفيا ولم يطلع عليه قبل عند العقد حنفي كان وتيانا أو عيبكاتي عيبك أتواني عقدك فسخاتوا أجر عيبك قديم ببرزان تازهري ندابي يعني بيش عقدك أبو بيه بس يعني نكرد بو كابلا من العيوب الموجبة أم عيبانا لا يحنفي كان أبيت معي أويك عقدك فسخ أبيته ما ريش ناكفيك شكا الجنون الجذام البرص نخش بيستا أمانة العنة يعني شون نالك شوني نيبو أنا مكاتي خوي عملياتي جراحين أبوي ساكلت براسي نالت يعني جماعي لقلابك هنا كي منعي هي شوني هيك نكفر دي قائمة مثلا كي يعني مثلا نية شونك يا يسخان على بردمية يعني مثلا اشتكي وا أولا يستع عمليات أكلي براستي من المالكية كان متيانا لا يفسخ إلا بعيب ينفر ينفر متيانا عيبك حزد نيريح وثمان اويك او انا وعيباني في شوتر وين بياو بس عيبي افرد شيء وتيانا الرتق او قرن يعني درجاي انك داخل به بس عمليات كثيره بيننا بس احتاج كامله اي طبعا تلو كات حاكم بالريال ده بس انا راح هنا كل كي وابو شلون بو بيان زانيه بيان نزانيه حاكم بالريال ده بس اما ابي اللي جني بودان يسحب موش لمحكمه راسيني بوكن لمحكمه هنا خبراء ده انشن لم بابت انا قصا كان ها مالك كان متيانا لا يفسخ الا متيانا لا مالك كان فسخ بس بو عيبانيه كي ينفر يان منع شيء كان استمتاع كعين حسابه يشتكي واي فرق كوينيه ويشترط عدم العلم به قبل العقد وتيانا مرجع في يعني ام كابران اقدر نكدو بيش عقدك يان او مالك شكا يا مالك ركا فيان زاني بيتو بل عقدك او اقداري برامبركان نكد بيتو طبعا ام عيب برزان بس انا بكشني كتشو كره اهم العيوب الجذام البرص نخوشي بيس قروا قولي امانه عقم يعني مثلا بونا من نزوكي بس بو مرجع اقل او وتيانا مناري ببي سكت شيء مس عفرته سنت ماني قوري وحد اصل واي مناري نابي امانه او موضوعي كده شيتيش ها اقل بيان زاني بيت مثلا في شافه حسكرا بيو هي كاس مثلا كوريك دكتور بي وتبو باجنه يعني شو كان مناري نابي يتماري مامي كي خوي وتيان كاكا ماك شكي خماني فيدين بام نالش نبي يسم نالي نابو 15 سال شم نالي نابي الشافعي كان يثبت الفسخ بكل عيب يمنع الاستمتاع وينفر ويعد خلقا مؤذيا اترى من شتاء اخير حنابلة كان يشر وانوتوا يتر ام بابتا بتسرب رين صار خالصيهم الشروط العامه للفسخ بالعيب ام شرطان زور جرينجن خوش يسكانم ان يكون العيب مؤثرا عيبك كاتواني عقدك فسخات تاثيرها به كاريغريها به دو ان يكون قديما خفيا لم يعلم به عند العقد قديما امجا شاراويشا ديارنيا اگر ديار بي اجن كاك خويو تشالتان بوك چكتان بونتي قركتان دي بوان يغلي يمكن ان يطالب به فور العلم عند بعض المذاهب وتيانا حر زاني يكسر بها برويته محكمه نقبي تيري صالح بسراتي فرب اي بخو ما زاني ما نوايا يتعزل تو زاني وايا بوزوش كاتنك الفسخ يكون بغير طلاق بل بحكم القاضي أليرة طلاق نادر حاكم قراري فسخك هذا دليل كان مانشي عمر كوري خطاب أفرمي كل عيب ينكح عليه فللمرأة الخيار إذا وجدت بها يعني وتيتر عيبك كأبيت معي أو كنتواني نكاح بكيت أمانة أو كأفرت مخيرة أو عيبية إنديان بفيت شوانا كشوا يا وك مخيرة لو حالتنا إمام في غمري صلى الله عليه وسلم فرميتي العنين يمهل سنه وتي اويك زوقي الله صالح مجال ادري اجل نيتواني دواي صالك جماعه بك او بينان اكره اما امام مالك ام حديث قراته
ترجيح اما او ما قال لك ترجيحك شيء ام خلافك قرنج بو بس بو زانين ان كل عيب يمنع الاستمتاع او ينفر احد الزوجين من الاخر فهو موجب للخيار مخيريته هيك يعني مثلا توتواني هري وشين توتواني هري نوشين تو كما قال الجمهور الفقهاء ويراعى في ذلك عدم العلم بالعيب قبل العقد وعدم الرضا به بعد العلم يعني في رازينا بدعاء ويكزاني بس اگر تو صالت يا فربوباني معناته تو رازي بويته دعاء در كوتني عيبك ناكرة بهانا دوباره فصل حوتن برزان باسي ولاياك فصل حوتن باسي ولاية يعني ولي شيء ولي لشرعه نصرة يعني سرخستن حفظ باراستن قيام على الشيء سرفرشتي اشتكاكا لاصلاح الشرعيه هي ولايه الشخص على غيره في عقد النكاح اما بيت ولي وسر اول عقد نكاحه بحيث يتولى اقامه العقد ام سرفرشتيكا والتصريف فيه والحجه عليه هدف لولايه شيء اما الزور قرنقا اما حمايه حقوق المراه سبيل عكس كانوا سبحان الله امر اخراوانا عكس كانوا اجا ولي يعني ما في افرته فوتيه بس او بالعكس حمايه حقوق افرته ضمان ان يكون الزواج برضاها ضمانتك كوا يعني زواجك بالرزاي بوني خوي بكلي ام ابيت الضمانات يعني ولي نايله برابز وبدات شو نايله شكو ولي ابي كسر بينيا خمخوري افرتك به ان يكون من اهل الثقه عفوا بليت وايا ان يكون من اهل الثقه يعني ابي كسر كي زور متمانه بيكراو بيه وان يراعى فيه الشروط الشرعيه ابي الشرط مرجع الشرعيه كان شي تابع انواع الولايه في النكاح يعني جوركاني ولايه للنكاح كردنا هي كم ولايه باوك اما اصلا باوك احقتر لخلكيتر بو هيك شكي بداته شو باذني وبغير اذني قولي جمهور بلام حنفي كان لنا الا ابي باذني ولايه كر اگر باوك كينا ما بو كركي ابي تولي بلام بو مرجع كركي بالغ وعاقل به معلومه بله ولايه برا اگر باوك نبو كريش نبو او كاتا برا ابي تولي بلام ابي براك عاقل وبالغ به ولايه وصي اگر افرتك يتيم به او كاتا وليكي باپيري بيد مامي بيد يكي بي ابي تولي ففي شرط مرجي شيء او شكون اخو راي نابه ولايه السلطان كاربدس حاكم اگر اولياء كان نبون يان اگر هبون بس كي شهبوا برس كرايه ولا حاكم خوي ابي تخاوني وضعك اما زور مهمه اما لها مهم ترى شكو اما يتر نايله عذاب كريه نايله عذاب كريه نايله ظلم كريه طبعا اگر حاكمك باش اصلي شويه حاكم باش به امجا حاكم خوي دائما تشيا حاكم خوي مهم اوي حاكم جاران بو يعني الحاكم ابي وابي جاران حاكم زورجا قانوني نبو بفي يستور قانون حكمك يسخو حاكمك حكمناك دستورك حكمك دستورك شو يساعد او زور قرنقه ام خاله اقل بيك انا ملاحظيك ام خاله بك انا ملاحظيك وابزان قرنقتري ملاحظيه جابويا اما زماني جاران اما نبو زماني جاران كابرا قاضي خوي خلص يا بايشك بفي اجتهادي خوي بس يسنع يس قانونك او حسب قانوني الرقم او انا فرعي او انا من امر يا رمضان اخر قصدم او كاتوا ابو قانون دوله ياساين دستوري نبوه ياساين نبوه يسهيتي شروطي ولايه لنكاحها ابي او كسع بالغ به وعاقل به كوابو شيتو منال ولايه يعني ابي عادل به كوابو اگر كسي مستقيم نبي الذين داريتك يا نابتا اي نبي ظلم كاتشنك رازي بي اگر رازي نبي او يتر الرضا يعني يكك لما رجعاني الرضا يجب ان يكون الولي راضيا عن الزواج الا مقر ظلم بك يا مثلا تعذابك او كاتا ان كبر زكاته افرتك به يشكعك يعني يجب ان يكون الولي مختارا يعني بكره نبي بزور بينك الا ليك حالة بزور بوي هيك كي زاني شي حالتك قاضي بزور بيك اگر قاضي سيدي كده انا ظلمك بوي هي بزور بيك هاي اجباري بك ادله الشرعي لسر ولايه قال تعالى فرمي فانكحوهن باذن اهلهن او لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا سنة في غمر صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي اجماع علماء اجماعا كدوا ان ولي هو من يشرع له الشرع عقد النكاح بوي هي او عقد نكاح دا مزرينه وانه من شروط صحه النكاح طبعا اما بالتاكيد
أما إجماع نية تواني بيجي قولي جمهور زور بي يعني والله أعلم من والدي بينجم آراء علماء ومذاهب لسر ولاية حنفية كان الله يشترط في الولي أن يكون عاقلا بالغا مختارا عدلا باوك بيشي كر أخرية كر بيشي برا أخرية أم جاب بلا ويندب للا حنفية كان سنتك تشي بكري إذني آفرت وربجيري. مذهب مالكي يشترط أن يكون الولي عدل بالغ عاقل باوك أخريتها بيشي كر أخريتها بيشي برا ثم من هو أحق بالقرار يكحسه. طبعا المذهب الشافعي يشترط أن يكون الولي عادلا هتا أخير. مذهب حنبلي يعتبر الأب أحق ثم الابن ثم الأخ ثم القريب ويشترط في الولي أن يكون عدلا. ششم حالات عدم وجود الولي أو اعتراضه وليكاد النبي عن اعتراضك إذا تعذر وجود الولي أو رفعت عليه الموانع أو بعد إتمام الإجراءات يتولى عقد النكاح القاضي أو السلطان ويشترط العدالة والكفاءة. وفي الختام الولاية في النكاح من الأحكام الشرعية المهمة التي تهدف إلى حماية المرأة وضمان أن يكون الزواج برضاها وأن يراعى فيه الشروط الشرعية ويراعى فيه مصلحة المرأة ويحافظ على حقوقها. ويشترط في الولي أن يكون عدلا بالغا عاقلا وأن يكون مختارا وأن يعطى الإذن الصحيح في إبرام عقد النكاح. الله تعالى لك نحن خوش فيه وعفوا عنك الله تعالى لما قبول كرد به.